Audio Jungle. المغرب يريد معرفة كل شيء عن منتخب كرواتيا. استأجروا جاسوسا سابقا كان يعمل في إدارة ليفربول من أجل قراءة تكتيكات الخصوم وكشف ثغراتهم. هكذا عنونت صحيفة كرواتية مقالها. ودابا أجي نشوفوا البلان ديال هذا الجاسوس اللي كتقصد الصحافة الكرواتية. هاريسون كينغستون هو محلل أداء عالمي كان يشتغل بإدارة ليفربول سابقا قبل أن يلتحق إلى المقر المغربي عام 2022 من أجل تحليل أداء المنتخب الوطني. مهمته الأساسية تبقى هي كشف ثغرات وتكتيكات الخصوم، بالإضافة إلى قراءة جيدة لنقاط الضعف والقوة للمنافس، وهذا طبعا لا يأتي إلا بتتبع جميع مباريات الخصم. ومؤخرا قام هاريسون بالتعاون مع محلل الأداء المغربي الحبشي بمشاهدة مباراة كرواتيا ضد السعودية التي انتهت بفوز كرواتيا بهدف مقابل لا شيء. حضور هذه المقابلة جاء من أجل قراءة الخصم وكذلك قراءة نقاط القوة والضعف لدى المنتخب الكرواتي. وبناء على هذه المعلومات المقدمة وكذلك على المباريات السابقة للخصم، قام وليد بعرض فيديو تحليلي خاص للاعب المنتخب الوطني المغربي، وذلك من أجل قراءة جيدة لكرواتيا في مقابلة الغد. ولحد الآن لا تزال قراءة كينغستون للمنتخب الكرواتي غير متوفرة، لكن المغاربة يعتقدون أنه بمساعدته يستطيعون أن يتفوقوا على وصيف العالم المنتخب الكرواتي. متابعينا الكرام، لا تنسوا تفعيل زر المتابعة. سلام. Audio Jungle.